كيكة التريليتشيا، كيكة الحليب، القشطوطة، ليها مسميات كتير أوي أوي. المهم إن إحنا هنعملها النهاردة وبأسهل وأبسط مقادير وغرقانة كده في اللبن، حاجة كده تحفة جدا. ميكس كده من الكيكة الغرقانة بالحليب أو اللبن مع الكريمة والكراميل، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بينا ندخل على المكونات على طول ونشوف معناها ايه. أول حاجة كده هنشتغل فيها وهي الكراميل، علشان خاطر عايزينه بارد تماما. حطيت كوباية من السكر الحبيبات، لو على الميزان 200 جرام، وإن شاء الله هسيبلك كل المقادير بالكوب وبالجرام في صندوق الوصف. نحط كوباية السكر دي في حاجة غويطة علشان كلنا عارفين ان الكراميل بيفور معانا، فعلشان نبقى كده في الأمان وما يحصلش أي حاجة لا قدر الله، في حاجة غويطة عندك كده بتحطي بقى فيها كوباية من السكر، وما بتجيش ناحية السكر خالص إلا لما بتحسي إن الأجناب بتاعته خلاص ساحت. فبنبدأ إن احنا نقلب فيه في اتجاه واحد كده، يعني ما تخليهوش في الطاسة كلها، حاولي إن انت تجمعيه في مكان واحد وبتقلبي فيه بمعلقة تكون خشب، علشان لو استلس ولا حاجة برضو بتسخن معاكي. تمام. أول ما بيدوب تماما وبيوصل للدرجة اللي حضرتك شايفاها دي، على طول بننزل بمعلقة من الزبدة. وهنا أنا مستخدمة زبدة بقري فلاحي، تقدري تستخدمي أي نوع زبدة انت بتحبيه ومتعودة على طعمه، بس نخلي بالنا لون الكراميل يعني ما بينه وما بين ان هو يمرر شعرة واحدة بس، فتخلي بالك قوي علشان خاطر ما تغمقهوش عن كده. بعد كده نزلت بكوباية من الحليب، ولو هتستخدمي حليب أو لبن يبقى هتستخدمي مبستر، ما تستخدميش فلاحي، لأن لو استخدمتي فلاحي ونزلتي على المكونات في الوقت ده هتبصي تلاقيه قطع معاكي وبوظ معاكي. تمام. فالكراميل دايما محتاج لبن مبستر. استخدمي بقى أي نوع، المراعي، بخيره، أي حاجة انت عايزاها. لكن لو مش حابة ان انت تستخدمي حليب أو لبن يبقى على طول تستخدمي مية، مفيش أي مشكلة. تمام. أول ما هينزل هيعمل فوران كده، فعلشان كده بقولك اشتغلي في حاجة غويطة. وهنبدأ بقى إن احنا ندوب الكراميل ده لحد ما يدوب تماما في اللبن بتاعنا. أول ما يدوب على طول ربع كوباية من اللبن وعليها معلقة كبيرة مليانة من النشا، هندوبهم مع بعض وهننزل بيهم على الخليط بتاعنا. وبرضه بأكد عليكي يا ست الكل، لو حابة إن انت تستخدمي مية مفيش أي مشكلة. في الوقت ده بقى ايدك فيها ما تبطليش خالص، بمضرب بقى او بمعلقة كده، ايدك فيها لا يقل عن حوالي 3 دقايق او 4 دقايق على نار هادية. اول ما هتلاقي القوام تقل معاكي نسبيا كده، خلاص كده ارفعيه من على النار. ده هيكون القوام بتاع الكراميل بتاعنا النهاردة. اهم حاجة ان تخلي ايدك فيه علشان ما يكلكعش معاكي، لان خلاص حطينا نشا، فاهماني؟ فلازم ايدك تكون فيه لحد ما يوصل للقوام اللي حضرتك شايفاه ده. على طول بنعديه على مصفى علشان لو في اي حاجة نبقى صفيناه ويكون كده كريمي وبالشكل اللي حضرتك شايفاه معايا دلوقتي. خلاص صفيته، هبتدي بقى ان انا اركنه على جنب وهشتغل في الاسبونج بتاعي النهارده. طبعًا المتعارف على الوصفة بتاعة النهارده إن هي بتتعمل بكيكة اللي هي السبونج. تمام. فلو مش حابة تستخدمي سبونج وحابة تستخدمي كيكة عادية مفيش أي مشكلة، بس الطعم أكيد بيختلف معاكِ. معايا هنا صينية بايركس أو صينية ألمونيا زي ما تحبي وزي ما انتِ عايزة، بطنتها كده بورقة من الزبدة وهاركنها على جنب. معايا 4 بيضات، ال4 بيضات دول مطلعاهم من التلاجة، لازم يكونوا ساقعين معاكِ. حطيت عليهم فانيليا، الباكيت الأولاني بتاع الفانيليا كان نصه، فحطيت باكيت كمان من الصغير اللي حضرتك شايفاه ده. ال4 بيضات بننزل عليهم بكوباية من السكر الحبيبات. بعد كده هنيجي بقى في العجان بتاعنا وهننزل بكوباية ونص من الدقيق، والدقيق ده أنا نخلاه مرة واتنين وتلاتة، لازم تنخليه مرة واتنين وتلاتة علشان يدخلوا هوا والكيكة في الآخر معاكي تطلع هشة كده وخفيفة معاكي. الكوباية ونص دول على الميزان بالظبط 180 جرام، يعني الكوباية 120 والصغيرة اللي هي نص كوباية 60 جرام، يبقى 180 جرام من الدقيق. معلقة صغيرة من المحسن الجل، وده بنجيبه من عند أي عطار. بعد كده معايا معلقة ممسوحة من البيكنج باودر وعليهم معلقتين كبار من النشا، وهننزل بكوباية إلا ربع من المية الساقعة المتلجة. المية دي فيها تلج، لازم يكون فيها تلج. لو المية مش ساقعة معاكي مش هتقوم الاسبونج وتخليه هش معاكي. تمام. علشان نبقى متفقين كده، عاملينه كذا مرة على القناة والحمد لله الوصفة دي ناجحة جدا، بس احنا ضعفنا الكمية علشان خاطر الكيكة اللي هنعملها النهاردة عايزينها عالية. تقدري بقى تقلبي المكونات دي كلها كده قبل ما
تشغلي عليها العجان علشان خاطر تندمج مع بعضيها وما يكونش في حاجة في بطن العجان من تحت. نشغل بقى عليها العجان، كل ما هتشغلي عليها العجان كل ما لونها هيفتح وكل ما هتلاقيها علت معاكي. يعني بتضربي فيها حوالي كده 10 دقايق، وده برضو بيرجع لقوة العجان، يعني ممكن تاخد معاكي اكتر من كده. المهم ان احنا نوصل للقوام ده، قوام تقيل كده علشان خاطر الاسبونج برضو يطلع مظبوط معاكي وما يهبطش معاكي في الاخر كمان، لان كل ما بقى خفيف معاكي وانت بتصبيه كل ما هيهيش معاكي في الفرن قوي، وبعد كده هتبصي تلاقيه هبط معاكي. فعايزين قوام تقيل، يعني لو هتقليه كمان عن كده شوية هيكون احسن واحسن. على طول هنصبه في الصينية بتاعتنا، وبنكون مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 زي الكيك بالظبط. بتحطيه في رف أوسط على الشبكة على فرن سخن، لازم الفرن بتاعك يكون سخن. وبتتابعيه لأن كل فرن غير التاني، يعني أول ما بيعلى معاكي كده وتحسي إن هو مسك نفسه بتحاولي انت تفتحي عليه بالراحة كده وبتختبريه تشوفيه هل استوى معاكي ولا لأ. عصاية خلة أو عصاية شيش طاووق تكون رفيعة كده، وبتدخليها في النص لأن النص ده بيكون آخر حاجة بتستوي معانا. فبنبدأ إن احنا نحطها في النص ونشوفها، لو طلعت عجين معاكي يبقى لسه فاضلها شوية، لو ما طلعتش عجين يبقى خلاص كده الاسبونج بتاعك استوى. بتدفي عليه على طول وبتطلعيه من الفرن. وهنا بأكد عليكي إن المية لازم تكون ساقعة متلجة. شايفين المية اللي أنا اشتغلت بيها كلها تلج زي ما انت شايفها بالشكل ده، بتديكي نتيجة كويسة قوي قوي، والبيض كمان يكون ساقع من التلاجة. أول ما خرج معايا بالشكل ده أنا اختبرته من النص واختبرته من الحرف. تمام. هسيبه بقى يبرد تماما، ولا هغطيه ولا هعمل فيه أي حاجة خالص، هسيبه يبرد تماما تماما كده على ما نحضر بقية المكونات بتاعتنا. لو حابة مثلا تعمليه من بالليل وتشتغلي فيه تاني يوم الصبح مفيش أي مشكلة. أهم حاجة عندي إنك متشتغليش فيه إلا لما يكون بارد، علشان خاطر ما يبوظش الوصفة معاكي، لأن الاسبونج ده هش جدا جدا، ما ينفعش إن احنا نتعامل معاه إلا لما يبرد تماما. كل ما بيبات معاكي كل ما بتعرفي إن انتي تتحكمي فيه أكتر وأكتر كمان. بنبدأ بقى نشيل الوش ده لأن الوش ده كله زفارة البيض زي ما احنا متعودين وزي ما احنا عارفين. بنشيله بالراحة خالص كده، وبعدين قلبت الصينية وشلت ورقة الزبدة اللي تحت وقلبتها تاني في الصينية. نحضر بقى الكريمة بتاعتنا النهاردة، ومفيش أبسط منها ولا أحلى منها ولا أطعم منها كمان. معايا كوباية إلا ربع من كريم شانتيه، وأنا بستخدم المتحدة. عليهم معلقة كبيرة من الباستري كريم أو كريم باستري بيديها طعم حلو قوي. معايا باكت من الفانيليا، ومعلقتين ونص من السكر البودر، مش مكترة سكر بودر علشان خاطر الكراميل كله سكر والكيكة كمان. كوباية من المية الساقعة المتلجة اللي وريتها لحضرتك من شوية. حابة تستخدمي لبن استخدمي لبن برضو بيكون متلج، تحطيه في الفريزر كده يتلج معاكي وبعد كده تستخدميه. لكن أنا بستخدم المية، وبحس إن المية بتخلي الكريمة خفيفة كده وماسكة نفسها عن اللبن، يعني ما بتسحش بسرعة. بقالي فترة كده بجيب كريمة المتحدة، وكنت الأول بحط مثلا كوباية كريم شانتيه عليها كوباية من المية المتلجة، لكن في الفترة الأخيرة باحس إن هي بتاخد مَيّة كتير عن المعتاد. تمام. فزودت لها مَيّة واحدة واحدة كده لحد ما وصلت للقوام اللي حضرتك شايفاه ده. يعني تقريبا خدت معايا كوباية ونص من المَيّة المتلجة. بعد كده معايا نص كيلو من الحليب، حطيت عليهم معلقتين كبار من السكر وهدوبهم مع بعض. طبعا الكيكة بتاعت النهاردة بتتسقي بقى بكريمة لباني بقى وقشطة ولبن، بس احنا النهاردة عاملينها اقتصادية كده وعلى قد الإيد، وفي نفس الوقت سقينا حليب وطعمها حلو جدا جدا. طبعا الكيكة بتكون باردة واللبن كمان بيكون بدرجة حرارة المطبخ. وبتجيبي الكيكة بتاعتك دي وبتعملي فيها فتحات العصاية بتاعت الشيش طاووق، وبعد كده بتسقيها الحليب. طبعا في ناس ما بتحبش الحليب فيها كتير، في ناس بتحبها غرقانة حليب، هي الأساسية بتاعت الوصفة زي ما كلنا عارفين إن هي بتبقى غرقانة بالحليب. فده بيكون على حسب الرغبة. تمام. أنا حطيت نص كيلو من الحليب، وبعد كده حطيت نص كيلو كمان بس ما حطيتوش كله، يعني حطيت من الكوباية كده حوالي نصها، يعني خدت معايا بتاع 4 كوبايات من الحليب. تمام. اللي هو المج بتاع الشاي. بعد ما حطيت الحليب خلاص بدأت بقى إن أنا أوزع الكريمة، وحطيتها في كيس حلواني علشان خاطر الكريمة تبقى متساوية كده وتعرفي إن انتي تفرديها بكل سهولة.
بتفتحيه فتحة صغيرة وبتنزّلي الكريمة بتاعتِك، وبعد كده بتسويها بكل سهولة زي ما إحنا شايفين، ما بتحتاجش معاكِ ولا وقت ولا مجهود. بنحطها في التلاجة حوالي نُص ساعة كده تمسك أو تشد، أو ممكن تحطيها في الفريزر حوالي ربع ساعة، وبعد كده بننزل عليها بالكراميل بتاعنا. شايفين الكراميل لمّا سِبناه بِرِد تمامًا وهدي، القوام بتاعه بقى حلو أوي، مش خفيف أوي ولا تقيل أوي، يعني تقدري برضه إن أنتِ تفرديه بكل سهولة في الآخر. والكمية اللي أنا كنت عاملاها النهارده يا دوبك كفّت الصينية وما اتبقاش منها أي حاجة خالص. بدأت إن أنا أوزّعها بالشكل ده، وعلى طول بضهر معلقة أو بscraper أو بأي حاجة عندِك، وبتبدئي إن أنتِ تضبّطي الكراميل بتاعِك على الوش. طبعًا الكراميل لو عملتيه بلبن بيبقى ليه طعم، ولو عملتيه بالمَيّة بيبقى ليه طعم تاني، تمام، بيبقى مختلف في الطعم بتاعه واللون كمان. يعني لو عملتيه بالمَيّة بيكون فاتح، ولو عملتيه بالحليب بيكون غامق بالشكل ده. عايزة أقول لِك برضه كمية الكريمة كانت كافية أوي للصينية بتاعة النهارده، بس خلّيت منها حوالي معلقتين كده علشان خاطر هنزيّن بيهم الوش. طبعًا المعلقتين خلّيتهم برّه في درجة حرارة المطبخ مع الحر ده، ما احتاجش إن أنا أحط له ولا مَيّة ولا أي حاجة علشان أخففه. على طول حطيته في كيس تلاجة، وفتحت كيس التلاجة دي فتحة صغيرة، وعملت الخطوط اللي بتتعمل على الوش. حرف سكينة بقى، عصاية شيش طاووق، عصاية خلة، أي حاجة، وبتبدئي إن أنتِ تعمليها رايح جاي بالشكل ده، وبتكون جهزت معانا أحلى تريليتشيا هتعمليها تحفة جدًا، جدًا، غرقانة باللبن كده، ما شاء الله عليها. حطيتها في التلاجة حوالي ساعة ونُص كده، وبعدين رجعت إن أنا أقطّعها. طبعًا لو قعدت معاكِ أكتر وأكتر كل ما بتمسك نفسها، يعني أنا ما صبرتش عليها كتير. لو صبرتِ عليها أو قطّعتيها تاني يوم بتطلع قطعة بقطعتها وبتبقى متماسكة جدًا، جدًا، وكمان الصوص اللي عليها والكريمة بتبقى متماسكة أوي. وممكن كمان لو مش حابة إن هي تبات معاكِ وعايزة تقطّعيها على طول، تحطيها في التلاجة بتاع ساعتين كده وبعدين تطلّعيها وتقطّعيها. أول قطعة كده بتطلع بقى إن هي مش متساوية، بس مش مهم إن هي تتساوى أو ما تتساواش، المهم إن الطعم اللي إحنا هندوقه، والمهم إن الكيك بتاعنا اسفنجي جدًا، جدًا، وشارب كده من الحليب، حاجة كده في منتهى الجمال. أتمنى من كل قلبي إن أنتم تجربوا الوصفة بتاعة النهارده، وبألف هنا وشفا مقدمًا إن شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. ولو في أي استفسار إن شاء الله سيبي لي تعليق وأنا هارد عليكِ على طول، وهاسيب لِك كل المقادير زي ما اتفقنا في صندوق الوصف إن شاء الله. نطلّع بقى القطعة كمان كده مع بعضينا ونشوف جمالها وحلاوتها، وقد إيه طرية معانا كده وشاربة من اللبن زي ما قلنا. بس عايزة أقول لِك هنا لو أول مرّة بتشوفيني لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلِك كل جديد، ما تنسيش اللايك للفيديو. وبكده أكون خلّصت الوصفة بتاعة النهارده، أتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم، وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.